والشناوي جاب الركله الاولى والكره الثانيه في السماء وبقت 3-0، وصلت 3-0. يخش كهربا يشوط ركله جزاء ليه؟ مش عارف. هل كهربا ترتيبه الرابع في الشوط قبل عمرو السوليه وقبل بيرسي تاو وقبل لعيبه كتير جدا؟ يعني ياسر ابراهيم يخش يشوط برضه قبل كهربا، امام عاشور يخش يشوط برضه قبل كهربا. حاجه غريبه جدا. كهربا يا جماعه لاعب لقطه، كهربا لاعب لقطه، هو زيه زي شيكابالا بالظبط، زيه زي شيكابالا بالظبط. طبعا هو اي لاعب في الدنيا بيضيع ركله جزاء، لكن اللاعب ده بالاخص كهربا وشيكابالا مالهمش في ركلات الجزاء، مالهمش. كلنا فاكرين مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك في الامارات في كأس السوبر، لما كان عمر جابر بدأ بالتهديف 1-0 وباسم مرسي جاب ركله جزاء وكهربا راح عشان يشوط ركله الجزاء. كان كهربا بيلعب في نادي الزمالك وضيع ركله الجزاء. شريف اكرامي تصدى لركله الجزاء وجابها من كهربا. شريف اكرامي في ذاك التوقيت كانوا بيقولوا لو شاط عليه ثلاجه تخش، جابها من كهربا، لان كهربا لاعب لقطه، لاعب مش مفروض ان هو يشوط بس دخل شاط. هو ده كهربا زي شيكابالا بالظبط، هو بيحب اللقطه وبيحب المنظر، فدخل شاط ركله الجزاء. شريف اكرامي تصدى ركله الجزاء وجابها وصدها، وبعد كده رمضان صبحي في اخر الشوط الاول جاب ركله جزاء، دخل عبد الله السعيد حطها بقت 1-1. في بدايه الشوط الثاني وليد سليمان جاب ركله جزاء وبرضه عبد الله السعيد دخل حطها بقت 2-1 والمباراه خلصت 3-1. الجول الثالث مؤمن زكريا. كلنا فاكرين المباراه دي ساعه ما رمضان صبحي وقف على الكوره وحصل اللي حصل. فالمباراه قلبت ليه؟ لان كهربا بيه دخل يشوط الكوره بمنظره. الكوره يا جماعه قاسيه جدا جدا على اللي ما يحترمهاش. اللي ما يحترمش الكوره دي بتبقى في منتهى القسوه عليه، منتهى القسوه. يوم حزين جدا على كل اهلاوي، يوم حزين جدا على الكره المصريه اللي كانت هتبقى في حته تانية لو كان كهربا بيه حط البلن يعني اقول لك ايه، بس لو كان تعامل مع البلانتي بقوه شويه، لو كان تعامل باهتمام، او كان ساب الكوره لعمرو السوليه يخش يشوطها هو او بيرسي تاو. يوم حزين جدا على كل اهلاوي، يوم حزين جدا على الجماهير المصريه والعربيه، وانا حزين جدا على الجماهير اللي كانت في الملعب، اللي طول ال 120 دقيقه واقفه على رجليها وحرقه اعصابها ودمها اتحرق من رعونه وغرور وعدم اهتمام لاعب بركله جزاء بتحدد مصير فرقه بحالها عشان تفسد فرحه ملايين المصريين والوطن العربي. ملايين افسدت فرحتهم يا كهربا. طبعا عمر كمال دخل عليه ضغط جامد جدا جدا، عايز يبعد الكرة عن الجون على قد ما يقدر، حطها بره الجون خالص. ضغط مش اي حد يتحط في الضغوطات دي. عندك عمرو السوليه، عندك بيرسي تاو بيشوط ركلات جزاء، ليه ما يشوطوش ركلات جزاء؟ عندك ياسر ابراهيم بيشوط ركلات جزاء، ليه ما يشوطش؟ عندك امام عاشور كان مورينا المر في الزمالك، ليه ما يخشش يشوط؟ ايه ده؟ انا مش فاهم كولر عمل ليه كده. هل انت خايف من مواجهه ريال مدريد؟ يبقى روح بلدك. انت بوظت الفرقه، انت حرفيا بوظت الفرقه يا كولر. بوظت رضا سليم. بيرسي تاو هيمشي. بيرسي تاو كان السنه اللي قبل اللي فاتت اخد احسن لاعب في مصر. احمد عبد القادر طفشته. عايز ايه تاني؟ لسه عايز ايه؟ محمد شريف مشيته. علامة استفهام كبيرة جدا على أداء كولر في هذه المباراة. أنت على أي سبب أو بأي سبب بتطلع وسام أبو علي من المباراة دي؟ بتطلع وسام أبو علي اللي كان حيش ثلاثة في خط الدفاع ما بيتقدموش. وسام أبو علي يطلع من الشر ومرابعة، ما يطلعش ماشي على رجليه، وتنزل كهربا اللي بعيد جدا 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 في الفترة الأخيرة، وبتطلع وسام أبو علي. ده وسام أبو علي لو برجل واحدة تسيبه في الملعب يا بيه. خرف بامانه. وبعدين يطلع حسين الشحات وينزل محمد مجدي قفشه ويودي امام عاشور جناح ويلعب قفشه في العمق. تغييرات عجيبه جدا جدا جدا. الراجل ده يا جماعه خرف. كولر لازم الكابتن محمود الخطيب يقعد معاه ويشوف دماغه فيها ايه. جاي له عرض عايز يمشي، يلا في 60 سلامه، مع السلامه نجيب غيره. انما كده دمنا بيتحرق في اسهل نسخه للنادي الاهلي انه يوصل فيها نهائي كاس العالم للانديه. بنخرج الخروج السهل ده واللي يحرق الدم ده 3-0 في ركلات الجزاء ونخسر. لا مش مصدق.
مش مصدق قسما بالله العظيم. وكهربا داخل يشوط البلانتي وانا عارف السيناريو ده، وقايله في البيت وانا قاعد اتفرج، وقايل هيحصل كذا 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 كذا، وفعلا اللي انا قلته هو اللي حصل. لان ده راجل بتاع لقطه، ده راجل ما ينفعش يخش شوط بلانتي بالاهميه دي، ما ينفعش. وعمر كمال لقى عليه ضغط جامد، ضغط جامد، عايز يحط الكرة بعيد عن ايد الجون، حطها بره خالص. امال هيعمل ايه؟ معذور، معذور عمر كمال. انما كهربا الماتش ده يتحمله كولر وكهربا. قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. لكن نتعلم من اخطائنا. بس خلاص الفرصة راحت في اسهل نسخة واخر نسخة لكاس العالم للاندية، اللي هو يكون بالشكل ده. خلاص كده نخش بقى على النسخ الصعبة، ان الاهلي هيعدي من المجموعة بالعافية، بالعافية نعدي من المجموعة، يبقى انجاز ما ياخد تاني مجموعة كمان مش اول. وخلاص يعني الاهلي بعد كده بقى ما عادش تتكلم في مباراة نهائي كاس العالم للاندية من دلوقتي ورايح. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسعادة. قدر الله وما شاء فعل. وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.